كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء يحملون أوزارهم، يحملون إثم معاصيهم وسيئاتهم، ويحملون أيضا من أوزار الذين هم يضلونهم بغير علم. قال الله ألا ساء ما يزرون. وكذلك قال الله جل وعلا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فدل هذا على أن بعض الناس يحمل أثقاله من أوزاره من أوزار الناس الآخرين. أنا يعني أمثل على ذلك بمثال، يعني أحيانا ألقي محاضرة في بعض الثانويات الطلاب، فأقول لهم يا شباب لو أن أحدا منكم أخذ علبة السجائر الدخان ثم فتح العلبة وفيها يعني عدد من السجائر وبدأ يوزعها على زملائه، فإنه إذا انتهوا يكون عليه هو إثم سيجارة واحدة، يكون كل واحد عفوا عليه إثم سيجارة واحدة إلا صاحبنا عليه إثم بعدد السجائر التي دخنوها، لأنه هو الذي دعاهم إلى هذه المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. دل هذا أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا وأن ينتبه لقلبه وأن يحذر من أن يفسد عليه أحد قلبه. وكذلك ينبغي أن نكون مفاتيح للخير لا مفاتيح للشر. ينتبه الإنسان إذا ابتليت بمعصية وإذا ابتليت أنت، يعني إنسان يدخن، إنسان عنده علاقات محرمة سواء بنت مع شباب أو شباب مع بنات، أو إنسان عنده مثلا فلاش ميموري فيه عدد من الأمور المحرمة، أو عنده في الجوال بلوتوثات فيها أشياء محرمة، انتبه لا تكن داعية لغيرك للوقوع فيها، لأنك ستكون مثل إبليس. إبليس لما طرده الله تعالى من رحمته وقال له جل وعلا وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ما قال إبليس يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، لا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ربي مثل ما أنا فسدت سوف أفسد الناس. انتبه لا تكن مثل إبليس. بل ينبغي على الأخت جزاها الله خير التي سألت أن تحاول أن تكون مفتاحا للخير، أن تنبه هؤلاء البنات التي يقعن في أنواع من المعصية ويدعين غيرهن الوقوع فيها، أن تنبههن إلى عظم وحرمة ما يفعلن، وأنها ربما ابتلاها الله تعالى بأنواع البلاء بسبب ذلك.